الناس اللي تفاجأت في ان اكبر مشغل ناقلات نفط واكبر ناقل نفط بالعالم الشركة السعودية. فمثل ما انتم عارفين انا واحد عندي فضول، في حركة قاعدة تصير بالسعودية، في شغلات اقتصادية انجازات ما ندري عنها. فجيت الرياض، طالعني جيت الرياض نبي نشوف شنو في انجازات قاعدة تصير وما حد يدري عنها. قعدت انبش واشوف، ومشكورين بعض الشباب اللي رتبوا لي. بنشوف وياكم جولة بنسميها تسمية الجولة بنسميها بهذا الهاشتاج، وان شاء الله باذن الله بعد ما نشوفها كلنا راح نشعر بالمفخرة باذن الله. لازم البس هذه علشان افاجئكم واقول لكم يا هلا وسهلا فيكم في محطة قصر الحكم مشروع قطار الرياض. شوفوا ويني فيه. انا في عمق 40 متر تحت الارض. الارفاق والشغل اللي قاعد يصير دار مداري شيء مخيف من كثر العالم. مشروع قطار الرياض مثل المترو اللي تعرفونه، المترو راح يكون فيه 85 محطة وطوله 176 كيلو. المشروع فيه 40,000 عامل قاعد يشتغلون ليل نهار على هذا المشروع لإنجازه. في محطات منها راح تكون فوق الأرض نشوفها، لكن أنا في أحد المحطات اللي تحت الأرض وبنروح نشوفها مع بعض، هي محطة قصر الحكم. يلا الحين بنروح ناخذ الجولة، ندخل نشوف المحطة أو بالنفق، تيجوا وياي بالنفق لين ما نوصل للمحطة. مثل ما قلت لكم احنا في عمق 40 متر تحت الأرض، لكن تشوفون التدعيم هني مال النفق. هذه فوق يوم نحفرها وكانت كلها تربة، لكن شوفوا لما وصلوا تحت واجهوا هالصخور هذه كلها. تعرفون هذا الصخور يعني بقوة الخرسانة يمكن 4 مرات علشان توصل وتحفر فيها، يعني إنجاز كبير. قطر النفق اللي وراي 10 متر كل هذا. ندخل الحين من داخله وتشوفون. وهني وين يمشي القطار راح يبنون خرسانة مترين زيادة عشان يمشي مسار القطار. عشرات الكيلومترات من انفاق تحت هالصخور وتحت هالارض هذه كلها، تتكلم على 40 متر تحت الارض. يا جماعه الرياض اللي قاعد يصير فيها تحت الارض واحنا ما ندري عنه شيء عجيب. بنوصل لاخر النفق براويكم وين راح. بس للعلم الحفارة تحفر تقريبا بمعدل 25 متر طولي للنفق يوميا. وبعد ما تحفر الحفارة تجي مكاين مثل كرينات وتجيب هالقطع هذه وتركبها من بعد الحفر. بس شنو هالقطع هذيلا من خرسانة؟ يا جماعة تشوفون هذه الخرسانة، لكن كل قطعة فيهم وزنها 6 طن. توقعوا حجمها وثقلها وشلون الكرينات تركبها يوميا. جولتنا الحين الأولى خلصت مالت النفق، براويكم المحطات شلون شكلها وحكموا وياي شوفوا الجمال. شفتوا معي تصاميم الحين المحطات، واخر واحد حطيت لكم اياه مال زها حديد، روعة. كل محطة احلى من الثانية. لكن انا الحين ويني فيه؟ الحين بدخل وياكم الى هذا المكان. هذا المكان مبنى مساحته 250 ألف متر مربع. هذا المبيت والصيانة مالت كل القطارات. وندخل الحين هذا المبنى اللي ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله يخوف من كبره. لكن في شيء لازم تعرفون، هذا المبنى يا جماعة من كبره ما تصورون. يعني هذا الحين اللي انا فيه هذا بس هني عندك مواقف القطارات، غير المبنى اللي
المبنى اللي وراي هناك بكبر هذا بس لموضوع اللي هو الاوبريشن العمليات، عقبه هني صيانه، عقبه هني حتى المكان حق الصبغ مال القطار. لكن الشيء اللي بتشوفونه لاول مره من سنابي مثل ما عودتكم، اللي بتشوفوا الشيء لاول مره ما حد شافه اليوم. خلينا نراويكم حبايبي اهل الرياض اللي تشوفون هالحفريات دار مداركم والزحمه، ترى جايكم شيء مفخره وراح تشوفونه الحين براويكم اياه. نمشي الحين مع الشباب ورا هالباب المسكر. هذه المفاجأة طال عمركم، تشوفون شيء مخشوع. المفاجأة ورا هالباب هذا اللي ما حد شافه واللي راح تشوفه لأول مرة، لكن مو أنا اللي بفتحه، اللي بيفتحونه هالأبطال اللي ورا هالمشروع. هالأبطال هذيلا هالشباب السعوديين، ترى 1500 مواطن سعودي يشتغل في هذا المشروع وبصمت. الشباب هذيلا هم اللي راح يفتحون المفاجأة، مو ماجد الصباح، لأن هذيلا المفخرة وهذيلا اللي بتشوفون وياهم اليوم لأول مرة. شباب المفخرة هذيلا شباب قطار الرياض، ايش راح يراوونه المفاجأة لأول مرة. أوه ما شاء الله، هذا اللي خاشينه، هذا هو القطار. ها ما شاء الله، ترى أول مرة يطلع بالسناب، أول مرة يطلع بالتواصل الاجتماعي يا جماعة الخير. قطار الرياض المنتظر وصوله وتشوفونه لأول مرة. هذا قطار مسار واحد اللي هو اللون البرتقالي. هذا قطار حافلة واحدة طولها 36 متر. هذا قطار مسار الثالث بس. ومثل ما قلت لكم اليوم الصبح، ترى 6 مسارات اللي موجودة هني في قطار الرياض وكل واحدة. نطلع الحين إلى الحافلة أو القطار، بس هذا مكان اللي هو يسمونه الدرجة الأولى. خلينا نروح نشيك نشوف. نوصل إلى حافلة الدرجة الأولى. يا سلام، شيء كشخة. أوه، نحن هني هذه في حافلة الدرجة الأولى، ولما تيون هني بتشوفون مكان نفس الكبر، هذه حق العائلات. الدرجة الأولى قسمين، القسم الأولاني والقسم هذا بس للعائلات بنفس الكبر. بيكم يا جماعة تشوفون التفاصيل. أولا اللون البرتقالي ترى نفس لون القطار اللي قلت لكم إياه مال المسار الثالث، لكن شوفوا هالتصاميم هذه، هالمثلثات، تدرون شنو؟ هذه المثلثات مستوحاة من البيئة المحلية. تشوفون أنتم المساجد والمباني هني بالرياض كلها عليها المثلثات، هذا نفسها على الكراسي. هذه مثل ما تشوفون حتى في الجدارات، هاي كلها تبرز الهوية لمباني الرياض والهوية التقليدية للرياض. شيء مرتب. شوفون انتم العادة القطارات تصير فيها المسكات، الحدايد اللي تكون كلها دائما سيدة بالنص. هذا مستوحى من البيئة المحلية، هو انخلط. والفكرة مالته ان من 4 جهات يقدر الواحد يمسكها، وشيء صراحة عملي وجديد وفكرة روعة. الشيء اللي أنا استرعى انتباهي إنه كل الكراسي ما هي مثبتة بالأرض، مثبتة كلها على الأجناب. ويوم سألت الإخوان هني الجماعة قلت لهم يا معودين ليش مثبتها على الأجناب مو على الأرض؟ قالوا لأسباب الأمنية، الواحد يقدر يشيك بدون أي مشاكل، وبنفس الوقت للصيانة يقدر الواحد حتى يغير توزيعة الكراسي بدون لا يجيس الأرض. فكرة ذكية. وبعدين للعلم ترى كل القطارات بدون سائق، يعني هذا الحين الواجهة يقدر واحد يمشي بالقطار وهذا الواجهة سيدة بدون مشكلة. ويانا اخوي ابو خالد المهندس وليد العكرش مدير مشروع قطار الرياض. اهلا وسهلا. قواك الله انت والشباب، صراحه مفخره. نرحب بالشيخ ماجد على الزياره الجميله، ونتمنى انه يكون شاف حجم العمل في مشروع قطار الرياض. ايضا طلع على بعض المزايا في المشروع وفي القطار وفوائد القطار للمدينه، وايضا صعوبات التحديات في
والله شوف اخوي ابو خالد، صعوبات وتحديات لكن انتم كلكم قدها. وانا احجز لي اول واحد بركب القطار. الله يحييك. اول ما يشتغل. الله يحييك. سواك الله. قول لي شنو؟ تذكره شنو مجانيه؟ ان شاء الله تذكره مجانيه طبعا. انا باشتراك سنه. ابشر. عشان اركب الناس كلها وياي. كنا نقول اشياء تذكره واحده ان شاء الله. مشكورين يا شباب، ما قصرتوا على هالجوله اللي من الصبح لليل. وان شاء الله عاد يا اهل الرياض تشوفون شيء روعه في ديرتكم. الله يهنيكم.